دلال بتحاول تقتل سيف بعد ما عرفت إن هو ابن جعفر، وجعفر نصب لها كمين. بعد ما صفصف قالت لسيد إن سيف يبقى ابنه وقالت له اوعى تقول لحد، كانت في دخلة دلال، وسيد على طول قال لها هو انت ما باركتيش لجعفر يا دلال؟ فدلال بتقول له على ايه؟ قال لها على سيف، اصل سيف يبقى ابنه. بعدها دلال بتتوتر وبتقول له بجد مبروك يا حاجة صفصف، وبتقول لصفصف عن اذنك، وبتمشي على طول دلال وبتروح تكلم شوقي وبتقول له جهز الرجاله وتعالى انا عايزك في مشوار بسرعه، انا عرفت ابن جعفر يبقى مين. وبتروح مع شوقي والرجاله عند سيف، وسيف بيفتح لها الباب وبيشوفها وبيكون قلقان لان سيف بيكون شافها ان هي بتقتل بلال شامة. ودلال بتقول له مالك يا سيف، اتخضيت كده ليه؟ فبتشاور للرجال عشان يضربوا سيف، وبعد ما بيضربوه بياخدوه معاهم في العربيه. لكن رجاله جعفر بيكونوا مراقبين سيف علشان يأمنوه، لان جعفر كان عارف ان ممكن في اي وقت دلال تغدر بيهم، وبيمشوا ورا عربيه شوقي ودلال، وسيف